بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المدرب بشار علي إبراهيم. حاليا أنا في ورشة في كتارة في مبنى 19. هذه الورشة عندي بعض الأخوات المتدربات أدربهم على كيفية تلوين الحرف العربي أو الحروف العربية، كيفية تشكيلها داخل اللوحة. فإحنا هنا هاي الدورة فقط للمتقدمين. المتقدمين اللي أقصدها لو عندهم أوليات، مو جاي بهاي معلوم أوليات. فأنا أستخدم الخامات، عدة خامات، من ضمنها خامة أكريليك، ألوان الأكريليك اللي تعمل بها عدة لايرات أو تكستشر، وبعدين كيفية تلوينها بألوان الزجاج واستخدام مواد أخرى لإكمال العمل الفني. فهنا نبدأ المتدربات يشتغلوا على أساس الأكريليك الموضوع اللي هم يريدوه. أنا فقط مجرد أكمل لهم فقط شيء واحد، أعلمهم شلون تقنية التلوين. هذا هو الورشة، الغاية منها عملية كيفية تلوين المواد اللي فيها البروز أو التكستشر. نستخدم دائما المدربين يستخدمون أول شيء عندنا ألوان الزجاج في وسط اللوحة، بعدين نكملها بالألوان الأخرى اللي هو ألوان الأكريليك. وفي تجاوب جدا كبير قبل الطلبة، يعني في كل واحدة من المتدربات عندها ستايل في عملها السابق، الحين نطبقها بهذه التقنية الحديثة. وأرجو إن شاء الله ينال الرياض الله.